هل كنت تعرف قبل كده ان مع كل خطوه انت بتمشيها انت بتولد كهرباء جوه عظمك؟ في الحلقه دي انت هتعرف انك مش مجرد هيكل عظمي، انت محطه طاقه متنقله. السلام عليكم، دي الحلقه السابعه من سلسله وفي انفسكم افلا تبصرون، السلسله الرمضانيه اللي بنتكلم فيها عن حاجات صغيره جدا جوه جسمك بس ليها دور كبير في انك تعيش عشان نتدبر عظمه ربنا في خلق الانسان. وفي 6 حلقات نزلوا لازم تشوفهم كلهم. عظمك ده مش مجرد اعمده شايله جسمك كده وخلاص، العظم ده ماده ذكيه جدا، في خاصيه فيزيائيه اسمها البيزو الكتريسيتي او البيزو الكتريك افكت. لما بتمشي او بتشيل حمل تقيل، العظم بتاعك ده لو مخلوع عشوائي كده الطبيعي كان اتكسر، بس عشان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش اي حاجه للصدفه، فوانت ماشي او شايل حاجه تقيله الضغط ده بيخلي بلورات العظم بتاعتك تطلع شحنات كهربيه صغيره جدا. الشحنات دي تعتبر لغه التفاهم بينك وبين جسمك. الخلايا اللي بتبني العظم بتعرف ان المكان ده عليه حمل كبير، فتروح تبني وتزود كثافه العظم في المنطقه دي عشان ما يتكسرش. وعشان كده الشخص اللي ما بيتحركش كتير عظمه بيضعف، لان زي ما تقول كده الكهرباء بتقطع عنه. تامل بس معايا في حكمه ربنا، الحركه اللي انت بتشوفها مجهود دي وبتتعب منها هي في الاصل تعتبر شاحن بيقوي بنيانك من جوه، وحتى في اقل التفاصيل زي الحركه ربنا بيلحقك بتفاصيل صغيره جدا عشان ما تتعبش. سبحانك ربي ما خلقت هذا باطلا. وبس كده، فدي كانت حلقه النهارده. ما تنساش تعمل فولو عشان تشوف الحلقات الجايه، وما تنساش تشوف الحلقات اللي نزلت، وما تنساش انك لو نفسك في نصايح ومعلومات تابع شوفات.